السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في أماكن في الدنيا مجرد الوقوف فيها يخليك تحس إن في حاجة مش طبيعية، والمشرحة واحدة من الأماكن دي. لكن اللي هتسمعوه النهاردة مش مجرد قصة عن جثة اتحركت أو صوت اتسمع في الضلمة. دي حكاية عامل مشرحة عاش أسوأ ليلة في حياته، واكتشف سر لو كان فضل مدفون كان يمكن أفضل للجميع. اطفي النور وعلي الصوت واستعد لقصة آخر جثة وصلت بعد نص الليل. كان عامل المشرحة اسمه عم سيد، راجل في بداية الخمسينات. اشتغل في المشرحة في مستشفى حكومي قديم أكتر من 20 سنة. الناس كلها كانت بتقول إن قلبه ميت، لأنه عمره ما خاف من جثة ولا توتر من منظر دم أو حادثة. كان دايما يقول الميت عمره ما يخوف، اللي يخوف هو اللي لسه بيتنفس. المستشفى كانت قديمة والمشرحة موجودة في بدروم بعيد عن كل الأقسام. ممر طويل لمباته بتنور وتطفي، وريحة المطهر ممزوجة بريحة الحديد البارد. في ليلة شتوية الساعة كانت 12:47 دقيقة بعد نص الليل. وقف قدام باب المشرحة صوت عربية إسعاف، نزل منها مسعفين شايلين جثة ملفوفة في كيس اسود. الغريب انهم كانوا مستعجلين بشكل غريب. واحد منهم قال حطها عندك والورق هيجي الصبح. سيد استغرب، يعني ايه من غير بيانات؟ لكن محدش رد. ركبوا العربية ومشيوا بسرعة. فتح الكيس علشان يتأكد من الحالة. لقى راجل في الأربعينات، وشه هادي بشكل غريب وكأنه نايم. لكن أكتر حاجة لفتت نظره كانت عينيه، كانوا مقفولين لكن حاسس إنهم بيراقبوه. حطه في التلاجة رقم 7 وقفل الباب. بعد حوالي 10 دقايق سمع صوت خبط. بص حواليه مفيش حد. الخبط رجع تاني، المرة دي واضح إنه جاي من التلاجة رقم 7. قرب وحط ودنه على الباب. الصوت وقف. فتح الباب بسرعة. الجثة مكانها، لكن ايديها كانت متنية على صدرها، مع انه متأكد انه سابها مفرودة. قال لنفسه اكيد انا اللي لخبطت. راجع فرد الايد وقفل الباب. دخل المكتب يشرب قهوة، لكن بعد دقيقة بالظبط الكهرباء قطعت. المشرحة غرقت في ضلمة كاملة، وسمع صوت خطوات. مش خطوات شخص بيجري، لا، خطوات بطيئة وتقيلة وكأن حد حافي بيمشي على الأرض. بدأ يعد الخطوات، 1 2 3 لحد ما وقفت قدام باب المكتب. فسمع نفس الخبط، لكن المرة دي على باب المكتب نفسه. فسيد مسك الكشاف وفتح الباب بسرعة. الممر فاضي، لكن التلاجة رقم 7 كانت مفتوحة، والجثة اختفت. جسمه كله اتجمد. بدأ يجري يدور عليها. فتح كل التلاجات، مفيش. دخل أوضة التشريح، وفجأة لمح شخص واقف في آخر الأوضة، ظهره ليه، لابس نفس الكفن. قال بصوت مرعوش مين هناك؟ الشخص بدأ يلف ببطء، لكن قبل ما يشوف وشه الكهرباء رجعت. اختفى. دور تاني، مفيش اي حد. رجع ناحية التلاجات، لقى الجثة موجودة في مكانها وكأنها ما اتحركتش. لكن في حاجة مختلفة. على الإزاز اللي فوق التلاجة مكتوب من جوه بصباع مبلول لسه واحد. مسح الكلمة بسرعة وأقنع نفسه إنها تهيؤات. الصبح وصلت الشرطة عشان تتعرف على الجثة، لكن أول ما الضابط شافها قال دي مش نفس الجثة اللي استلمناها. جابوا الصور اللي اتصورت أول ما وصلت. كل صورة كانت بملامح مختلفة،
مرة أصلع، مرة بدقن، مرة شاب صغير، مرة راجل عجوز. مفيش صورتين شبه بعض. بدأوا يراجعوا الكاميرات المراقبة، ولما وصلوا للحظة انقطاع الكهرباء، الكاميرا سجلت حاجة خلت الكل يسكت. الجثة خرجت من التلاجة بنفسها، وقفت قدام الكاميرا وبصت مباشرة للعدسة، وبعدين ابتسمت ابتسامة مستحيل تكون لإنسان ميت. بعدها الشاشة اتشوشت، ولما رجعت كانت الجثة مكانها تاني. اتمسح التسجيل بعدها بدقايق من غير سبب. بعد أسبوع مات عامل الأمن اللي كان في النوبة دي، وبعد شهر الدكتور اللي كشف على الجثة. كلهم قبل ما يموتوا كانوا بيقولوا نفس الجملة: هو واقف عند باب الأوضة. فضل سيد عايش سنين، لكنه استقال وساب الشغل نهائي. قبل ما يمشي سلم مفاتيح المشرحة للعامل الجديد، وقال له: لو وصلت جثة بعد نص الليل ما تبصش في وشها أكتر من مرة. العامل ضحك وافتكرها هزار. في أول ليلة شغل وصلت عربية إسعاف برضو الساعة 12:47، نفس الميعاد، نفس الكيس الأسود. فتح العامل الكيس فاتصدم. الجثة كانت سيد نفسه. رفع راسه بسرعة وهو بيصرخ: إزاي؟ لكن لما بص تاني لقى الجثة رجعت لشخص مجهول. وفجأة سمع صوت خارج من التلاجة: رقم 7 بيهمس. وأخيرا لقيت اللي هيكمل مكاني. وانطفت الأنوار. ولحد النهاردة عمال المشرحة القدام بيقولوا إن أي جثة توصل بعد نص الليل عمرها ما بتكون آخر جثة في الليلة. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. تخيل تحجز أوضة في فندق وتكتشف إن الأوضة اللي انت ساكن فيها مش موجودة على خريطة الفندق أصلا. وده بالظبط اللي حصل مع كريم. لكن المشكلة الحقيقية بدأت لما الساعة بقت 3:07 الفجر، والتليفون اللي جوه الأوضة رن، ولما رد سمع صوته هو. عنوان قصتنا: الأوضة 407. كريم كان شاب بيشتغل في شركة شحن، وشغله كان بيخليه يسافر محافظات كتير. في ليلة شتوية اضطر يسافر لمدينة ساحلية عشان يخلص شغل مهم. وصل متأخر جدا، والساعة كانت تقريبا 12 بالليل. كان مرهق، وكل اللي نفسه فيه انه يلاقي فندق ينام فيه كام ساعة ويرجع تاني الصبح. دخل فندق قديم اسمه فندق النخيل. الفندق كان شكله غريب من أول لحظة. المبنى قديم لكن نظيف، اللوبي هادي بشكل مبالغ فيه، مفيش غير موظف واحد واقف ورا الاستقبال. كريم قرب منه وقال: مساء الخير، عندكم أوضة فاضية؟ الراجل رفع عينيه وبصله ثانيتين قبل ما يرد: أيوة. بكام؟ قال له السعر. كريم دفع وخد المفتاح، لكن قبل ما يمشي سأل الموظف: الأوضة رقم كام؟ الراجل بص في دفتر قدامه وقال: أوضة 407. كريم ضحك وقال: هو عندكم دور رابع؟ الموظف سكت وبعدين قال بهدوء: المصعد هيطلعك. كريم أخد المفتاح، دخل الأسانسير، ضغط على رقم 4، الباب اتقفل. المصعد طلع دور أول، تاني، تالت، وبعدين وقف الدور الرابع. الباب اتفتح، كريم خرج. الممر كان طويل جدا، الإضاءة ضعيفة، وفي آخر الممر كانت أوضة 407. فتح الباب، دخل. الأوضة كانت عادية جدا: سرير، دولاب، حمام، وتليفون قديم على كومودينو. كريم حط شنطته وقفل الباب ورمى نفسه على السرير. قبل ما ينام بص على الساعة، كانت 2:41 الفجر. حط الموبايل على الشاحن، غمض عينيه، وبعد حوالي 20 دقيقة سمع صوت. كريم فتح عينه، بص ناحية الباب، مفيش حاجة. استنى، رجع يغمض عينيه تاني، برضه سمع صوت خبط. المرة دي الصوت كان أوضح. قام من السرير، مشي ناحية الباب، بص من العين السحرية، الممر فاضي تماما. فتح الباب بسرعة، مفيش حد.
كريم قال اكيد حد بيهزر، قفل الباب، رجع للسرير، وفجأة التليفون القديم رن. كريم بص له، استغرب، رفع السماعة، الو، مفيش رد، الو، وفجأة سمع صوت راجل بيهمس، انت في 407؟ كريم قال ايوه، مين؟ الصوت سكت ثواني وبعدين قال اطلع من الأوضة. كريم اتوتر، ليه؟ الصوت رد قبل الساعة 3:07، وبعدها الخط اتقطع. كريم فضل ماسك السماعة، بص على الساعة، كانت 3:02 بالظبط. قال لنفسه أكيد مقلب، حط السماعة مكانها، لكن بعدها مباشرة سمع صوت خطوات في الممر، خطوات بطيئة، واحدة واحدة، وقفت قدام باب أوضته. كريم قرب من الباب وبص من العين السحرية، شاف راجل واقف قدام الباب، كان لابس بدلة سودة وواقف وظهره للباب. كريم استنى انه يخبط، لكن الراجل مخبطش، فضل واقف. كريم رجع لورا وبعدين سمع صوت خبط، اتجمد. الصوت جه من الباب، لكن قبل ما يقرب التليفون رن تاني. رفع السماعة بسرعة، نفس الصوت قال ما تفتحش. كريم همس، انت مين؟ الصوت رد انا اللي كنت في الأوضة قبلك. كريم قال يعني ايه؟ بص تحت السرير. كريم بص ناحية السرير. ليه؟ الصوت قال هتعرف. الخط اتقطع. كريم فضل واقف مكانه، وبعد لحظات نزل على ركبته وبص تحت السرير. في الأول مفيش حاجة، لكن لما قرب الكشاف شاف حقيبة جلد قديمة. سحبها وفتحها، جواها كان فيه صور كتير، صور لأوضة 407، صور للسرير وللحمام وللممر. وفي آخر صورة كريم شاف حاجة خلته يفقد القدرة على الكلام. الصورة كانت لأوضة 407، وكان واقف هو نفسه فيها، نفس هدومه، نفس الشنطة، نفس الموبايل، لكن الصورة كانت قديمة جدا. كريم قلب الصورة، كان مكتوب على ظهرها النزيل الأخير، كريم 3:07. بص على الساعة، كانت 3:06. بدأ قلبه يدق بسرعة، وفجأة نور الأوضة اتطفى، الظلام بقى كامل. سمع صوت التليفون تاني، مرة واتنين وتلاتة. كريم مد ايده ورفع السماعة. الصوت اللي سمعه المرة دي كان هو صوته. قال كريم ما تبصش وراك. كريم اتجمد، كان واقف وظهره ناحية الحمام، وفجأة سمع صوت باب الحمام بيتفتح بالراحة. صوته في السماعة قال انا قلت لك ما تبصش. كريم غمض عينيه، لكن الصوت كمل، لانها عايزاك تبص. سكت وبعدين قال ولو بصيت هتفضل هنا. كريم رمى السماعة وجري ناحية الباب، مسك المقبض لفه، الباب ما فتحش. بدأ يخبط، افتحوا افتحوا، مفيش رد. بص على الساعة، كانت 3:07، وفجأة كل حاجة سكتت. النور رجع، الباب اتفتح لوحده. كريم خرج يجري في الممر، لكن أول ما خرج اتجمد. الممر كان مختلف، الأساس اختفى، الحيطان شكلها أقدم، والإضاءة بقت ضعيفة جدا. جري ناحية الأسانسير، ضغط على الزرار، الباب اتفتح. دخل، ضغط على الدور الأرضي، المصعد نزل، لكن بدل ما يفتح في اللوبي فتح على ممر تاني، نفس الممر ونفس باب الأوضة 407. كريم رجع للخلف، المصعد قفل وبدأ يطلع تاني. الدور الرابع، الباب اتفتح، قدامه كانت الأوضة برضو 407، لكن الباب كان مفتوح، ومن جوه الأوضة كان في شخص واقف. كريم قرب بحذر. الشخص كان لابس نفس هدومه، نفس شعره، نفس كل حاجة، كان هو كريم نفسه. نسخته التانية بصت له قالت انت اتأخرت. كريم رجع لورا، انت مين؟ النسخة ابتسمت وقالت انا اللي خرجت قبلك. كريم قال ازاي؟ النسخة ردت الفندق ده ما بيحبش حد يخرج. وفجأة الممر كله اختفى،
الصبح موظف الاستقبال كان واقف في اللوبي. دخل راجل جديد وقال: لو سمحت، عندكم أوضة؟ الموظف ابتسم، فتح الدفتر وقال: أيوة، عندنا الأوضة رقم 407. الراجل سأله: هو عندكم دور رابع؟ الموظف رفع عينيه وابتسم: المصعد هيطلعك. وفي اللحظة دي طلع صوت جرس المصعد، الباب اتفتح ومن جوه خرج كريم، لكن كان لابس بدلة سودة. وقف خلف الاستقبال ومسك الدفتر وبدأ يقلب في الصفحات. آخر اسم مكتوب كان كريم، الغرفة 407، وتحته مباشرة كان في سطر فاضي. كريم رفع عينيه للنزيل الجديد وقال: اسم حضرتك ايه؟ ومن يومها محدش شاف الفندق ده مفتوح تاني. لكن الغريب ان ناس كتير لحد النهاردة بتقول انهم لما يعدوا من قدامه بالليل بيشوفوا نور أوضة في الدور الرابع، مع ان الفندق ما فيهوش دور رابع اصلا. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في ناس بتقول إن الميت خلاص انتهى كل شيء بالنسبة له، لكن اللي حصل في مشرحة مستشفى الشفا خلى كل اللي كانوا موجودين يغيروا رأيهم، لأن الليلة دي موبايل جثة رن، ولما حد رد عليه سمع صوت صاحبه بيطلب النجدة. يلا بينا نسمع القصة الجديدة، قصة رن موبايل الجثة وقال أنا لسه عايش. كانت الساعة 1:15 بعد نص الليل. المستشفى كانت هادية والمطر بينزل بجزارة وصوت الرعد بيهز الشبابيك. ياسر عامل المشرحة كان بيستلم جثة شاب في حوالي 30 سنة، مات في حادثة عربية على طريق صحراوي. اسمه كان كريم. قبل ما يحط الجثة في التلاجة بدأ يفرغ جيوبه، طلع محفظة ومفاتيح وساعة مكسورة، وفجأة لقوا موبايل. الغريب ان شاشة الموبايل كانت سليمة رغم ان العربية اتقلبت اكتر من مرة. حطه في درج الامانات ودخل الجثة التلاجة رقم 5. بعد حوالي نص ساعة الموبايل رن، ظهر على الشاشة أمي. ياسر وقف محتار يرد ولا لأ. في الآخر رد، لكن قبل ما يتكلم سمع صوت راجل بيهمس وهو بينهج: الحقني أنا بردان، افتح الباب بسرعة. ياسر اتجمد. المكالمة اتقفلت. فتح درج الأمانات بسرعة، الموبايل اختفى. بدأ يدور عليه، لقاه فوق ترابيزة التشريح وهو متأكد انه محطوش هناك. فمسكه ولقى فيه رسالة جديدة وصلت من رقم مجهول: ما تفتحش التلاجة. رفع عينيه ناحية التلاجة رقم 5. في نفس اللحظة سمع خبط من جوه. الخبط بدأ يعلى وفجأة الموبايل رن تاني. رد بسرعة. الصوت قال: هو خرج. قبل ما ياسر يسأل مين سمع صوت صريخ بعيد، وبعدها المكالمة اتقطعت. خرج يجري في الممر. المستشفى كلها هادية، مفيش حد. رجع للمشرحة لقى باب التلاجة رقم 5 مفتوح والجثة مش موجودة. جسمه اتجمد. بدأ يدور في كل مكان، وفجأة سمع رنة الموبايل جاية من أوضة التشريح. دخل بالراحة. الموبايل كان على الترابيزة بيرن لوحده. ظهر على الشاشة أنا. رد بإيد مرتعشة. الصوت قال: بص وراك. لف بسرعة، مفيش حد. رجع يبص قدامه لقى الجثة واقفة على بعد 2 متر، وشها شاحب وعينيها مفتوحة. لكن أكتر حاجة رعبته إن إيديها كانت ماسكة موبايل تاني، نفس الموبايل. ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت بصوت خافت: كنت مستني حد يرد. ساعتها النور اتقطع، ولما رجعت الجثة اختفت والموبايل وقع على الأرض. تاني يوم الشرطة رجعت تقرير الحادثة واكتشفوا حاجة مرعبة: كريم ما ماتش في الحادث،
كان لسه عايش لما وصل الإسعاف، لكن حصل حاجة غلط واتكتب إنه متوفي. ولما وصل المشرحة كان بيحاول يتصل بأي حد ينقذه، لكن محدش رد. ياسر حس بالذنب لكنه قال أنا رديت. الضابط بصله باستغراب وقال رديت على إيه؟ ياسر طلع الموبايل، لكن لما فتحه لقاه مكسور تماما والبطارية مش موجودة. وتقرير الفني أثبت إن الموبايل كان مقفول من يوم الحادث ومفيش أي مكالمات خرجت أو دخلت. بعد أسبوع اختفى ياسر. آخر تسجيل لكاميرات المراقبة أظهره واقف في المشرحة بيرد على موبايل مش موجود في إيده، وبيبتسم وبيقول أيوة أنا جاي. وبعدها دخل التلاجة رقم 5 بنفسه. الباب اتقفل، ولما فتحوه بعدها بدقايق كانت التلاجة فاضية، لكن على الرف المعدني كان فيه موبايل بيرن. ولما الضابط رد سمع صوت ياسر وهو بيهمس ما تردوش لو الموبايل رن بعد نص الليل، اقفلوه وسيبوه يرن. ومن يومها أي عامل جديد في المشرحة يتعلم أول قاعدة: لو سمعت موبايل جثة بيرن اوعى ترد. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش التعليقات. وسلام. تخيل تدخل الغيط لوحدك بعد نص الليل وفجأة تسمع صوت أبوك المتوفي بيناديك من وسط الزرع. حسن افتكر ان الصوت مستحيل يكون حقيقي، لكن لما بص ناحية الترعة شاف حاجة خلته يندم انه خرج من البيت اصلا. ايه اللي كان مستنيه هناك؟ وليه محدش من اهل القرية بيقرب من الغيط بالليل؟ خليك للاخر، لان اللي حصل لحسن محدش كان يتوقعه. في قرية كانت صغيرة لدرجة ان معظم اهلها كانوا عارفين بعض بالاسم، وكل بيت تقريبا عارف اسرار البيت اللي جنبه. وكان في اخر البلد غيط واسع بيبعد لحد الترعة القديمة. الغيط ده كان معروف عند اهل القرية باسم غيط العمدة، مش عشان كان ملك العمدة بس، لكن عشان محدش تقريبا كان بيحب يقرب منه بالليل. الحكايات عنه كانت كتير. واحد يقول ان سمع حد بيناديه من وسط الزرع، واحد تاني يحلف انه شاف ست واقفة عند الترعة ولما قرب منها اختفت. لكن اغلب الناس كانوا بيعتبروا الكلام ده خرافات. الا حسن كان شاب في اواخر العشرينات، عايش مع امه واخوه الصغير، وكان بيشتغل في الارض مع والده قبل ما والده يتوفى. في ليلة من ليالي الصيف حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، حسن كان نايم وفجأة سمع خبط شديد على باب البيت. قام مفزوع، سمع صوت جارهم عم رجب: يا حسن يا حسن. فتح حسن الشباك وقال: في ايه يا عم رجب؟ رد الراجل بصوت متوتر: الحمار بتاعك خرج من الحوش، شفته داخل ناحية الغيط. حسن اتنهد: طب ماشي هجيبه الصبح. لكن عم رجب سكت شوية وبعدين قال: الصبح؟ حسن بصله باستغراب. ايوه. عم رجب قرب من الشباك وقال: يا ابن الحيوان دخل الغيط من حوالي ساعة. حسن قال: ساعة؟ ايوه. وبصوت اوطى كمل: انا سمعت صوته هناك. حسن ابتسم: يعني المشكلة فين؟ عم رجب بص ناحية الغيط وبعدين رجع بص لحسن: المشكلة ان صوت الحمار كان جاي من ناحية الترعة. سكت وبعدين قال: والترعة دي ما فيهاش مية من سنين. حسن حس بقشعريرة بسيطة لكن حاول يضحك. لبس جلابيته، خد كشاف وخرج. امه كانت واقفة عند الباب: رايح فين؟ قام حسن قال: الحمار خرج. امه مسكت ايده: خليه يا امي هرجعه وارجع. بصت له في عينه وقالت: محدش بيروح الغيط بعد نص الليل يا حسن. حسن ابتسم: انا مش صغير. لكن امه ردت: انا مش بخوفك، انا بقولك اللي ابوك قالهولي قبل ما يموت. حسن سكت لان ابوه فعلا كان دايما بيمنعه من دخول الغيط بالليل. خرج حسن. القرية كانت ساكتة تماما، مفيش غير صوت كلاب بعيدة وهوا خفيف بيحرك ورق الزرع. وصل عند اول الغيط، شغل الكشاف. الطريق قدامه كان واضح
دخل بعد حوالي 5 دقايق. سمع صوت الجرس اللي كان مربوط في رقبة الحمار. حسن وقف وقعد يدور، مفيش أي حاجة، ومشي ناحية الصوت. كل ما يقرب صوت الجرس يبعد، يقرب الصوت يبعد، لحد ما وصل عند الترعة القديمة. وقف نور بالكشاف، مفيش حمار، مفيش أي حاجة. لكن فجأة سمع صوت من وراه. حسن اتجمد مكانه. الصوت كان صوت أبوه، نفس النبرة، نفس الطريقة، نفس كلمة حسن اللي كان أبوه بيناديه بيها. لف بسرعة، مفيش حد. حسن بلع ريقه. مين؟ سكت، وبعدين الصوت راجع من الناحية التانية. حسن تعالى. كان صوت أبوه برضه. حسن رجع خطوة، وفي اللحظة دي الكشاف بدأ ينور ويطفي، وفجأة اشتغل. شاف حاجة واقفة بعيد بين الزرع، شخص طويل لابس جلابية بيضة، وشه مش باين. حسن صرخ مين هناك؟ الشخص مردش، بس بدأ يتحرك ناحيته، خطوة وبعدين خطوة. حسن رجع للخلف، وفجأة الشخص وقف ورفع ايده وشاور ناحية الترعة. حسن بص ناحية الترعة، ولما رجع يبص مكان الشخص اختفى. بدأ حسن يجري، كان بيجري من غير ما يبص وراه. لكن وهو بيجري سمع جرس الحمار. الصوت كان وراه، وبعدين سمع خطوات بتجري وراه. حسن جري أسرع، وفجأة اتخبط في حاجة ووقع على الأرض. رفع الكشاف، الحمار كان واقف قدامه. لكن الغريب إن الحمار كان ساكت تماما، ولا بيتحرك ولا حتى بيبصله. حسن قام ومسك الحبل وقال يلا يا حيوان نرجع. الحمار اتحرك، لكن بدل ما يمشي ناحية البلد مشي ناحية الترعة. حسن شد الحبل. استنى. الحمار وقف، وبص حسن قدامه على الترعة. كان في شخص واقف هناك، نفس الجلابية البيضة، لكن المرة دي وشه كان واضح. حسن حس ان قلبه وقف، لان الشخص اللي واقف هناك كان ابوه. حسن قال بصوت مرتعش ابويا. الشخص ابتسم وقال اتأخرت يا حسن. حسن وقع الحبل من ايده، وفي اللحظة دي سمع صوت ابوه الحقيقي في دماغه. اخر جملة كان والده قالها من قبل وفاته: لو سمعت صوتي في الغيط بعد ما يموت ما تردش. حسن افتكر، رجع لورا، لكن الشخص اللي قدامه بدأ يقرب. حسن جري بكل قوته، والحمار جري وراه. لكن قبل ما يخرج من الغيط سمع صوت أبوه للمرة الأخيرة: بص وراك يا حسن. حسن من شدة الخوف بص، وكانت دي أكبر غلطة عملها في حياته، لأن اللي شافه ما كانش أبوه، كان شيء واقف وسط الزرع، طويل بشكل غير طبيعي، وملامحه مش واضحة، وحواليه عشرات الظلال واقفة ساكنة. حسن صرخ وجري، خرج من الغيط وهو مش قادر يتنفس. وصل البيت، أمه فتحت الباب. أول ما شافته قالت أنت رجعت لوحدك؟ حسن قال أيوة. بصيت وراه. طب والحمار؟ حسن اتلفت، الحمار ما كانش موجود. قال مش عارف. أمه قفلت الباب بسرعة وقالت الحمد لله إنك رجعت. حسن سألها أنت كنت عارفة؟ سكتت، وبعد لحظات قالت أبوك كان راجع من الغيط ليلة وفاته. حسن بصلها يعني إيه؟ قال إنه شاف حد واقف عند الترعة. مين؟ أمه بدأت تعيط. قال إن شاف نفسه. حسن مفهمش يعني إيه شاف نفسه. ردت قال إن واحد شبهه كان واقف هناك وبيطلب منه يقرب. سكتت شوية وبعدين قالت ومن يومها أبوك رفض يدخل الغيط تاني. حسن قال طب مات إزاي؟ أمه بصت في الأرض، لقيناه الصبح عند الترعة. حسن اتجمد، وكان في جسمه علامة غريبة. إيه؟ أمه رفعت عينيها وقالت تراب أسود على كف إيده. حسن افتكر اللي حصل، بص على إيده وكان عليها نفس التراب الأسود. في اللحظة دي سمعوا صوت الجرس من بره. أمه بصت ناحية الباب، وحسن قرب من الشباك، لكن قبل ما يبص أمه صرخت اوعى. حسن وقف وبصلها. قالت ما تبصش. ليه؟
قالت وهي بتترعش: لأن أبوك لما رجع آخر مرة قال إن الحاجة دي مش بتظهر غير اللي يبص في وشها. سكت حسن، ومن يومها الحمار مرجعش. لكن أهل القرية بيقولوا إن كل ليلة بعد الساعة 2 بيسمعوا جرس الحمار جاي من ناحية الغيط. والأغرب إن بعضهم بيقسم إنه بيسمع صوت حسن نفسه من وسط الزرع: تعالى ما تخافش أنا هنا. مع إن حسن من يوم الليلة دي ما دخلش الغيط تاني، لكن في كل مرة حد يسأله: انت شفت ايه هناك؟ بيسكت ويبص ناحية الترعة وكأنه خايف يقول الحقيقة. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. تخيل تدخل سينما مهجورة بقالها أكتر من 20 سنة وتلاقي فيلم شغال لوحده. تفتكر هتخاف لو الفيلم بدأ يعرض صور لمكان انت واقف فيه؟ طب لو شفت نفسك جوه الفيلم واللي بيحصل على الشاشة بدأ يحصل قدامك بعد ثواني؟ والأخطر من كده لو الفيلم عرض نهايتك قبل ما تحصل، هل هتقدر تهرب منها؟ النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة ومرعبة عن سينما مهجورة وفيلم محدش قدر يعرف نهايته. اقفل النور وارفع الصوت وما تبصش وراك، لأن الفيلم ممكن يكون بدأ يعرضك انت. الساعة كانت داخلة على 2 بعد نص الليل لما آدم وصل قدام سينما قديمة مقفولة بقالها أكتر من 20 سنة. المكان كان اسمه سينما نور، مبنى ضخم الشبابيك بتاعته مكسورة واليافطة القديمة فوق الباب نصها واقع والنص التاني متعلق بسلك مصدي. آدم كان بيصور فيديوهات رعب لقناته وكان بيدور على أماكن غريبة يصورها، لكن اللي شجعه يدخل السينما ديت تحديدا كان فيديو قديم لواحد دخل المكان من سنين. الفيديو كان مدته 11 دقيقة، والغريب ان الراجل اللي صوره اختفى بعدها ومحدش عارف عنه حاجة. آدم وقف قدام الباب وقال لنفسه: يا رب اللي بعمله ده يطلع يستاهل. زق الباب، الصوت اتردد في المكان كله بتاع صوت الباب، ودخل. ريحة تراب ورطوبة ضربت في وشه. الكشاف اللي في ايديه كان بينور قدامه بالعافية. ممر طويل وكراسي مكسرة، صور أفلام قديمة معلقة على الحيطان، وفجأة لمح حاجة غريبة: تذكرة سينما قديمة على الأرض. رفعها مكتوب عليها مقعد 17، عرض الساعة 2:15. بص في موبايله، كانت الساعة 2:07. ضحك وقال: هو لسه في عرض هنا ولا ايه؟ وكمل طريقه. وصل لصالة العرض الرئيسية. الشاشة الكبيرة كانت متغطية بقماش اسود وقدامها حوالي 100 كرسي، لكن في كرسي واحد بس كان سليم، رقم 17. آدم قرب منه وفي اللحظة دي اشتغل جهاز العرض لوحده. آدم اتجمد مكانه. النور طلع من غرفة العرض وبدأ فيلم قديم يشتغل على الشاشة. الصورة كانت مشوشة. في البداية ظهر شارع قديم، وبعدين بيت، وبعدين ظهر آدم نفسه واقف قدام سينما النور. آدم رجع خطوة لورا. ايه ده؟ الفيديو كان مصور من فوق السينما وبيظهر آدم وهو داخل المكان، لكن ده كان مستحيل لأن اللقطة كانت بتتصور دلوقتي. آدم بص وراه بسرعة، مفيش حد. رجع بص للشاشة، الصورة اتغيرت، بقى شايف نفسه وهو داخل صالة العرض نفسها. وبعدين ظهر على الشاشة آدم وهو واقف قدام الكرسي رقم 17. رفع ايده ولمس الكرسي. آدم الحقيقي بص لإيده، كان لسه هيلمس الكرسي، سحب ايده بسرعة. الفيلم على الشاشة وقف. الصالة غرقت في الضلمة، وبعدين ظهر صوت من السماعات، صوت راجل عجوز. لو شفت نفسك في الفيلم ما تكملش. آدم بلع ريقه. مين اللي بيتكلم؟ مفيش رد طبعا غير صوت الجهاز. وبعدين الشاشة اشتغلت تاني. المرة دي ظهر شخص تاني،
راجل ماسك كاميرا. آدم عرفه فورا، صاحب الفيديو القديم اللي اختفى. كان واقف في نفس صالة العرض، نفس الكراسي، نفس الشاشة، وبص مباشرة للكاميرا وقال: لو انت بتتفرج على التسجيل ده يبقى هو شافك. آدم همس: هو مين؟ الراجل في الفيديو كمل: ما تبصش على الكراسي. آدم اتوتر، لكن طبعا بص. كل الكراسي كانت فاضية ما عدا كرسي واحد رقم 17. كان عليه شخص قاعد وظهره لآدم. آدم اتجمد، هو متأكد ان الكرسي كان فاضي من ثواني. الشخص ما بيتحركش. آدم قرب خطوة: انت مين؟ الشخص رفع ايده ببطء وشاور للشاشة. آدم بص، ظهر على الشاشة مشهد جديد. الصورة كانت بتعرض الصالة نفسها، لكن من مكان قريب جدا من آدم. والأغرب إن الشخص اللي قاعد على كرسي ظهر في الفيلم. آدم بص للكرسي، ثم للشاشة، ثم للكرسي تاني. الصورة على الشاشة بدأت تقرب من وجه الشخص. آدم حس بقشعريرة، لأن الشخص ده كان لابس نفس هدومه، نفس الجاكيت، نفس الحذاء، نفس الساعة. آدم بدأ يرجع لورا، وفجأة الشخص على الكرسي وقف. آدم جري ناحية الباب كان مقفول. شد المقبض بكل قوته وخبط عليه، مفيش فايدة. وراه سمع صوت خطوات، خطوة بعدها خطوة قربت منه. آدم وقف وبص وراه ببطء. الصالة كانت فاضية، لكن الشاشة كانت لسه شغالة، وظهر عليها آدم وهو واقف عند الباب. وفي الفيلم كان في شخص واقف وراه. آدم بص وراه بسرعة، مفيش حد. رجع للشاشة، الشخص كان أقرب. آدم بدأ يفهم، الصورة اللي على الشاشة مش بتعرض اللي حصل، الصورة كانت بتعرض اللي هيحصل بعد ثواني. وفجأة ظهر على الشاشة شيء خلى آدم يفقد أعصابه. ظهر شخص طويل واقف وراه، لكن المرة دي الشخص كان بيقرب. آدم بدأ يتحرك بعيد عن الباب، وفجأة سمع همسة جنب ودانه. العرض بدأ. دور بسرعة، مفيش حد. الجهاز وقف، كل حاجة سكتت. وبعدين اشتغلت أنوار الصالة مرة واحدة، والباب اتفتح. آدم طبعا خرج يجري، ما طلعش وراه. وصل عربيته، قفل الباب وبص للمبنى. السينما كانت ساكنة، ولا كأن حصل فيها أي حاجة. آدم شغل العربية ومشي. بعد حوالي 10 دقايق وصل البيت. دخل أوضته، حط الكاميرا على المكتب وقرر يمسح التسجيل كله. لكن قبل ما يمسحه حب يشوف الفيديو مرة أخيرة. فتح التسجيل، بدأ الفيديو. شاف نفسه وهو بيدخل السينما، شاف الشاشة، شاف الكرسي، شاف الشخص. وبعدين وصل لآخر دقيقة. الصورة كانت سودة، وفجأة ظهر صوت الراجل القديم: لو خرجت من السينما ما تفتكرش ان الفيلم خلص. آدم وقف الفيديو، سكت وبص للكاميرا، وبعدين سمع صوت جهاز العرض. آدم بص حوالين الأوضة، مفيش جهاز عرض. الصوت استمر. فتح اللابتوب، الفيديو اشتغل لوحده. ظهر مشهد جديد. آدم شاف نفسه قاعد على كرسي رقم 17، لكن المرة دي كان قاعد جوه أوضته. آدم قام من مكانه. الشاشة بدأت تعرض لقطة أبعد. ظهر شخص واقف خلفه. آدم لف بسرعة، مفيش حد. رجع للشاشة، الشخص قرب وقرب أكتر، وببطء شديد رفع إيده وشاور إلى الكاميرا. وفي اللحظة دي اتطفى نور البيت، وطلع صوت من ورا آدم: باقي الفيلم في السينما. ومن يومها آدم اختفى. الكاميرا اتلاقت بعدها بيومين قدام سينما النور، والتسجيل الأخير عليها مدته 11 دقيقة و17 ثانية. لكن أغرب حاجة إن أي حد حاول يشوف التسجيل للنهاية كان بيلاقي في آخر الفيديو لقطة جديدة، لقطة للشخص اللي بيتفرج وهو قاعد على الكرسي رقم 17، والفيلم لسه ما بدأش. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش طبعا في التعليقات. وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. في قصة النهاردة هنعيش واحدة من أقوى قصص الرعب المصرية عن الجن. يوسف شاب قرر يستأجر شقة قديمة في عمارة هادية، لكن من أول ليلة بدأ يسمع أصوات غريبة، خطوات في الشقة. ومع مرور الأيام يكتشف يوسف إن الشقة مخبية سر مرعب من سنين، وإن كل شخص حاول يعيش فيها كان بيواجه نفس الشيء. لكن أخطر حاجة كانت في الباب اللي ممنوع يتفتح. مين اللي كان عايش في الشقة قبل يوسف؟ ايه سر الأصوات اللي بتظهر كل ليلة؟ وليه كل شخص بيدخل الشقة بيختفي من حياته القديمة؟ وهل يوسف قدر يهرب فعلا؟ ده اللي هنسمعه في قصتنا النهاردة. عنوان قصتنا: الشقة اللي الجن سكن فيها قبل ما يسكنها البشر. في منطقة قديمة في القاهرة كان في عمارة محدش من السكان كان بيحب يطلع للسطح بتاعها، مش بسبب الضلمة ولا بسبب ان السلم كان ضيق، لكن بسبب الدور السادس. الدور ده كان مختلف عن باقي العمارة. 4 شقق في الدور، 3 منهم كانوا متأجرين، اما الشقة الرابعة فكانت مقفولة من اكتر من 15 سنة. الغريب ان كل واحد حاول يسكن فيها كان بيمشي منها قبل ما يكمل الشهر، لكن محدش كان بيتكلم عن السبب إلا راجل عجوز اسمه عم عبد الرحمن. وكان دايما يقول للسكان: لو سمعتوا حد بينادي عليكم من الشقة دي بالليل ما تردوش. الناس كانت بتضحك لحد الليلة اللي انتقل فيها يوسف للعمارة. يوسف كان شاب في أواخر العشرينات، هادي وبيشتغل من البيت، وكان بيدور على شقة إيجار رخيصة. صاحب العمارة قال له: عندي شقة كويسة في الدور السادس. يوسف سأله: بكام؟ الراجل قال رقم قليل جدا. يوسف استغرب: ليه رخيصة جدا؟ الراجل ابتسم وقال: الشقة بقالها فترة مقفولة. يوسف سأل: يعني فيها مشكلة؟ الراجل رد: مفيش مشكلة. وبعد لحظة صمت قال: بس حاول ما تقعدش فيها لوحدك. يوسف ضحك وقال: هو أنا هجيب معايا فرقة موسيقية؟ صاحب العمارة ما ضحكش. أول ليلة كانت عادية. يوسف فرش حاجته، عمل لنفسه شاي وقعد على اللابتوب. الساعة كانت 1:13 بعد نص الليل. سمع صوت خطوات في الطرقة، خطوة وسكوت وخطوة وهكذا. قام وفتح الباب، الطرقة كانت فاضية. رجع قفل الباب. بعد ثواني سمع نفس الخطوات، لكن المرة دي كانت جوه الشقة. يوسف وقف مكانه. الصوت كان جاي من المطبخ. مشي بالراحة، فتح النور، مفيش حد، لكن لقى باب المطبخ مفتوح مع انه متأكد انه كان قفله. قال لنفسه: اكيد نسيت، وقفل الباب ورجع لأوضته. وقبل ما ينام سمع صوت بنت صغيرة من الصالة. يوسف اتجمد. الصوت اتكرر: يوسف. فتح باب الأوضة. الصالة كانت ضلمة. قال: مين؟ مفيش رد. وبعدين الصوت قال: أنا عارفة إنك سامعني. يوسف رجع قفل الباب بالمفتاح. الصبح نزل عند البواب، سأله: هو في أطفال في الدور السادس؟ البواب بصله باستغراب وقال: لا. يوسف قال: متأكد؟ قال: أيوة. وبعدين قرب منه وقال: أنت سمعت حاجة؟ يوسف سكت، والبواب فهم وقال: يبقى سمعت الصوت. يوسف سأله: صوت مين؟ البواب رد: ما تسألش. في الليلة التانية يوسف قرر يسجل كل حاجة بالموبايل. حط الموبايل في الصالة قبل ما ينام، وقال: لو في حد بيدخل الشقة التسجيل هيكتشفه. نام. الصبح فتح التسجيل. أول ساعتين مفيش حاجة. الساعة 2:07 بالظبط الصوت اتغير. بدأ يسمع همسات، وبعدين صوت خطوات، وبعدها صوت يوسف نفسه، لكن يوسف كان نايم في التسجيل. الصوت قال: أنا عارف إنك نايم. وبعد ثواني جه صوت تاني، صوت طفل قال: لسه بدري. يوسف وقف التسجيل، حس بأشعاره، لكن اللي حصل بعدها كان أسوأ. الصوت الأول قال: هو قرب.
يوسف راجع التسجيل مرة تانية، وفي اللحظة دي لاحظ حاجة ما خدش باله منها. قبل الصوت هو قرب بثواني كان في صوت باب بيتفتح، لكن باب ايه؟ يوسف قام وفتش الشقة كلها، كل الابواب كانت مقفولة لحد ما لاحظ باب صغير في اخر الممر. باب كان متداري ورا دولاب. يوسف حاول يفتحه ما اتفتحش. سأل صاحب العمارة عنه، الراجل اتوتر وقال الباب ده ملوش مفتاح. يوسف قال امال وراه ايه؟ صاحب العمارة رد حيطة. يوسف قال حيطة؟ حيطة ايه؟ الراجل سكت وبعدين قال ما تفتحش الباب يا يوسف. في نفس الليلة يوسف كان قاعد في الصالة الساعة 2:07 بالظبط، سمع صوت المفتاح بيتحرك في باب الشقة. يوسف بص ناحية الباب، المفتاح اتحرك مرة تانية وبعدين الباب بدأ يتفتح. يوسف قرب لكن الباب وقف فجأة، ومن وراه جه صوت بنت صغيرة يوسف افتح الباب. يوسف قال انت مين؟ ردت انا اللي كنت هنا قبلك. يوسف سأل يعني ايه؟ قالت انا اول واحدة سكنت الشقة. يوسف اتوتر قال انت فين؟ الصوت رد ورا الباب. يوسف مد ايده للمقبض لكن قبل ما يفتحه سمع صوت راجل عجوز من وراه ما تفتحش. يوسف لف، كان عم عبد الرحمن واقف في الصالة. يوسف صرخ انت دخلت ازاي؟ العجوز قال الباب كان مفتوح. يوسف بص ناحية الباب، الباب كان مقفول. رجع بص للعجوز لكن مفيش حد. في اليوم التاني يوسف قرر يمشي، حزم شنطته لكن قبل ما يخرج لقى ورقة تحت الباب. فتحها، كان مكتوب عليها لو خرجت هو هيخرج معاك. يوسف وقف، رجع ببطء وقطع الورقة، وبعدين سمع صوت من داخل الشقة ما تعملش كده. الصوت كان صوت يوسف نفسه. يوسف جري ناحية الباب، فتح لكن بدل ما يلاقي الطرقة لقى نفسه واقف في الصالة، نفس المكان. فتح الباب مرة تانية، نفس النتيجة، الطرقة اختفت. يوسف بدأ يصرخ لكن العمارة كلها كانت ساكتة. حاول يكلم اي حد من الموبايل، مفيش شبكة. حاول يفتح الانترنت، مفيش. وبعدين الموبايل رن، رقم مجهول. يوسف رد، سمع صوته هو. يوسف قال مين؟ الصوت رد لو عايز تخرج لازم تعرف مين فتح الباب اول مرة. يوسف قال اي باب. الصوت سكت وبعدين قال الباب اللي تحت السرير. يوسف بص ناحية السرير والأول مرة لاحظ إن في مساحة تحته. قرب، دخل إيده، لمس حاجة خشب، سحبها، كانت علبة قديمة. فتحها لقى جواها صور لأشخاص مختلفين، كل صورة عليها تاريخ. والغريب كل الأشخاص كانوا واقفين قدام نفس الشقة، وفي آخر صورة كانت المفاجأة، كان موجود يوسف. الصورة كانت متصورة قبل ما يتنقل للشقة بأسبوع. يوسف وقع الصورة من ايده وفجأة سمع صوت الباب الصغير في آخر الممر. الباب اتفتح لوحده وما كانش فيه حيطة ورا الباب، كان فيه ممر طويل مظلم. يوسف وقف مكانه وفي آخر الممر كان فيه ضوء خافت، وصوت البنت قالت تعالى. يوسف ما اتحركش. الصوت قال هو مستنيك. يوسف سأل مين؟ الصوت رد صاحب الشقة الحقيقي. مشي يوسف داخل الممر، كل خطوة كان يسمع صداها لحد ما وصل لغرفة صغيرة. في وسط الغرفة كان في كرسي، وعلى الكرسي كان في جهاز تسجيل قديم. الجهاز اشتغل لوحده، وسمع يوسف صوت راجل بيقول لو وصلت لهنا يبقى أنا فشلت. يوسف عرف الصوت، كان صوت الشيخ سالم، نفس الراجل اللي كان ساكن في العمارة قبل سنين.
التسجيل كمل: الحاجة دي مش جن عادي، هو مش عايز يخوفك، هو عايز ياخد مكانك. يوسف بدأ يرجع لورا. التسجيل قال: ولو سمعت صوتك بينادي عليك توقف التسجيل وتشغل مرة تانية. وجات الجملة الأخيرة: ما تردش عليه. في اللحظة نفسها يوسف سمع صوته من ورا. يوسف اتجمد في مكانه. الصوت اتكرر. يوسف كان صوته هو بالظبط. يوسف غمض عينيه وما ردش. الصوت قرب: بصلي. يوسف فضل ساكت. بصلي يا يوسف. وبعد كده سكت. فتح يوسف عينيه، مفيش حد. رجع يجري ناحية الباب، لكن لما خرج من الغرفة لقى نفسه في شقته، والباب الصغير اختفى. بعد دقايق الباب الرئيسي للشقة خبط جامد. يوسف مردش. صوت البنت قال: يوسف افتح. يوسف سكت، وبعدين صوت راجل، وبعد كده صوت طفل، وبعد كده صوت ست، وصوت يوسف نفسه. الجميع قالوا في نفس الوقت: افتح. يوسف غمض عينيه، وفجأة كل الأصوات اختفت. سمع صوت مفتاح في الباب اتفتح. دخل راجل. يوسف بصله، كان يوسف نفسه، نفس اللبس، نفس الوجه، نفس الصوت. وقف الشخص قدامه وقال: أخيرا خرجت. يوسف رجع للخلف وقال: انت مين؟ الشخص ابتسم وقال: انت. وشاور للباب وقال: انا يوسف. في اللحظة دي يوسف الحقيقي صرخ، لكن محدش سمعه. وفي صباح اليوم التالي البواب شاف يوسف خارج من العمارة. ابتسم له وقال: خلصت حاجتك؟ يوسف رد طبيعي جدا: ايوه. الباب سأله: والشقة؟ يوسف بص للدور السادس وقال: الشقة فاضية. ومشي. بعدها بأيام جه شاب جديد يسأل عن شقة للإيجار. صاحب العمارة قال له: عندي شقة كويسة في الدور السادس. الشاب سأله: رخيصة ليه؟ الراجل ابتسم وقال: عشان بقالها فترة مقفولة. وقبل ما الشاب يرد جه صوت من الدور السادس، صوت بنت صغيرة: يوسف. وبعد كده صوت راجل: ما تفتحش الباب. وبعد كده صوت تالت، كان صوت يوسف، وقال: خليه يفتح، انا مستنيه. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. تخيل تكون سايق عربيتك بعد نص الليل، وفجأة عربيتك تعطل قدام وادي مهجور، ومن وسط الضلمة تسمع زغاريط وفرح. تقول يمكن في ناس بتعمل فرح، لكن لما تدخل تشوف تكتشف ان كل اللي في الفرح مش بشر. والاغرب من كده ان العريس يعرف اسمك، والعروسة كانت مستنياك. بس استنى، ايه اللي هيحصل لما تعرف ان ابوك نفسه كان واحد من الناس اللي حضروا الفرح ده من 23 سنة؟ الليلة دي مش هتكون ليلة عادية، لان في افراح بتتعمل للناس، وفي افراح الناس نفسها بتكون هي المعازيم. اطفي النور وعلي الصوت وما تبصش وراك، لان الفرح بدأ. كان اهل البلد دايما بيحذروا من مكان اسمه وادي السدر، مش عشان في مقابر ولا عشان في بيوت مهجورة، لكن عشان في حاجة اغرب. كانوا بيقولوا ان في ليلة معينة من كل سنة بعد نص الليل بتسمع اصوات زغاريط جاية من وسط الوادي، زغاريط وطفوف وصوت ناس بتغني. والاغرب ان محدش عمره شاف الناس اللي بتعمل الفرح. اهل البلد كانوا بيسموا الليلة دي عرس الجن، وكانت هناك قاعدة واحدة محدش بيكسرها: لو سمعت الزغاريط ما تروحش تشوف مصدرها. لكن مروان عمره ما كان بيصدق الكلام ده، كان شايفها خرافات قديمة بيخوفوا بيها الناس. لحد الليلة اللي رجع فيها من شغله متأخر، كانت الساعة 2:15 بعد نص الليل. عربيته عطلت فجأة على الطريق اللي بيعدي جنب الوادي. حاول يدور الموتور مرة واتنين وتلاتة، مفيش فايدة. نزل من العربية وفتح الكبوت، وفجأة سمع صوت بعيد، صوت دوشة، صوت فرح. مروان وقف بص ناحية الوادي، الصوت اختفى.
رجع يصلح في العربية. المرة دي كان الصوت أوضح، وبعدها زغروطة طويلة. مروان رفع راسه. ايه ده؟ طلع موبايله، مفيش شبكة، وفي وسط الضلمة بدأ يشوف نور ضعيف بين الأشجار، نور أصفر زي نور الفوانيس القديمة، ومعاه صوت ضفوف وزغاريط. مروان ابتسم بسخرية، أكيد في ناس عاملة فرح هنا. مسك كشافه ومشي ناحية الصوت. كل ما يقرب الصوت كان بيعلى لحد ما وصل لمكان واسع وسط الوادي، وهناك شاف حاجة عمره ما نسيها. كان فيه عرس كامل، فرح كامل، فوانيس متعلقة بين الأشجار، ترابيزة طويلة عليها أكل كتير، رجالة قاعدين في ناحية وستات في الناحية التانية، وموسيقى شغالة. وفي النص كان في عريس وعروسة قاعدين جنب بعض. مروان وقف بعيد بس لاحظ حاجة غريبة، محدش كان بيتكلم. كل الموجودين كانوا باصين للعريس والعروسة وكأنهم مستنيين حاجة. وفجأة العريس رفع راسه وبص مباشرة لمروان. مروان حس ان قلبه وقف لان المسافة بينهم كانت كبيرة جدا، ومع ذلك العريس ابتسم له وبعدين رفع ايده وشاور له يقرب. مروان رجع خطوة لورا، لكن صوت ست عجوزة جه من وراه. اتفضل يا ابني، الفرح لسه بيبدأ. مروان لفلها، كانت ست كبيرة واقفة ورا شجرة لابسة فستان اسود قديم. قال انا اسف، افتكرت المكان فيه ناس اعرفهم. الست ابتسمت، انت مش جاي تتفرج. مروان سكت. قالت انت جاي تحضر. في اللحظة دي كل الناس الموجودين في الفرح بصوا لمروان دفعة واحدة. مروان اتوتر، لف عشان يمشي، لكن الطريق اللي جه منه اختفى تماما. مكان الشجر بقى حائط اسود طويل. رجع لورا، سمع زغروطة وبعدين صوت العريس اقعد. مروان بصله، انا لازم امشي. العريس رد، هتمشي بعد الفرح. مروان بدأ يجري، لكن مهما جري كان بيرجع لنفس المكان، نفس الترابيزة، نفس الفوانيس، نفس العريس والعروسة. وفي كل مرة يرجع كان يلاحظ حاجة جديدة. في المرة الأولى كان عدد الموجودين حوالي 50، في المرة التانية بقوا أقل، المرة التالتة بقوا حوالي 20، المرة الرابعة بقوا 10، وفي كل مرة كان واحد منهم بيختفي. مروان بدأ يخاف لحد ما شاف العروسة بتبصله، كانت ساكتة لكن فجأة قالت انت الوحيد اللي لسه مش فاهم. مروان قال فاهم ايه؟ قالت له الفرح ده مش للناس. سكتت لحظة وقالت الفرح ده لينا. مروان بص للعريس قال انتوا مين؟ العريس ابتسم وقال كلمة واحدة، مش مهم. بعدها الضفوف بدأت تعلى، الناس بدأت تتحرك في دواير حوالين العروسين، والفوانيس بدأت تطفي واحد ورا التاني. مروان جري ناحية آخر فانوس لسه منور، ولما وصل شاف حاجة خلت جسمه يتجمد. على الأرض كان فيه عشرات الأحذية، أحذية رجالة وستات، واضح إن أصحابها كانوا هنا قبله، لكن مفيش أي حد لابسها. وبجانب الأحذية كان فيه صور قديمة، صور لأشخاص من أهل البلد، صور ناس اختفوا من سنين. وفي آخر صورة شاف صورة أبوه. مروان مسك الصورة بإيديه، أيوة أبويا كان واقف في نفس المكان، وبجنبه نفس العريس ونفس العروسة. مروان وقع الصورة من إيده، مستحيل. وفجأة سمع صوت أبوه من ورا، ما تخافش يا مروان. فلف مروان بسرعة، مفيش حد، لكن الصوت كمل، أنا كنت هنا قبلك. مروان بدأ يرجع لورا، العريس والعروسة كانوا واقفين دلوقتي قدامه. العريس قال أبوك كان واحد من اللي حضروا. مروان سأل فين هو؟ العريس شاور ناحية آخر الوادي. موجود. مروان جري ناحية المكان، كان فيه باب حجري قديم. فتح الباب ولقى ممر ضيق بين الصخور، وفي آخره أوضة صغيرة. دخل وكان فيها صور كتير متعلقة على الحيطان،
كل صورة لشخص حضر العرس، وفي منتصف الحائط صورة أبوه، أبو مروان قرب منها وفجأة الصورة اتحركت. أبوه جوه الصورة رفع عينيه وبصله وقال ارجع. مروان اتجمد. أبوه كمل لسه تقدر تخرج. مروان قال ازاي؟ أبوه بص ناحية الباب. لما تسمع الزجروطة التالتة ما تبصش وراك. مروان خرج يجري. وراه بدأت الزغاريط. الأولى جري أسرع، التانية قرب من المكان اللي داخل منه، وفجأة سمع الزجروطة التالتة. لكن في نفس اللحظة سمع صوت أبوه، مروان. وقف، كان على وشك يلف، لكن افتكر كلام أبوه ما تبصش وراك. كمل جري. طلع من الوادي وفجأة لقى نفسه واقف جنب عربيته. الموتور اشتغل لوحده. ركب بسرعة وداس بنزين. وصل البيت قبل الفجر. دخل. أمه كانت مستنياه. أول ما شافته صرخت انت كنت فين؟ مروان قال في الوادي. وش أمه اتغير. انت دخلت الوادي؟ هز راسه. أمه سكتت وبعدين قالت مروان أبوك اختفى من الوادي ده من 23 سنة. مروان قال أنا عارف. أمه قربت منه. لا أنت مش فاهم حاجة. وسكتت وبصت وراه. مروان حس بقشعريرة وقال في ايه يا ماما؟ أمه قالت بصوت مرتعش انت لما خرجت من الوادي كنت لوحدك؟ مروان هز راسه. ايوه. أمه بدأت تعيط. بص في المراية. مروان بص وفي انعكاس المراية كان واقف وراء العريس. مروان لف بسرعة. مفيش حد. رجع بص للمراية. العريس اختفى، لكن ظهر شيء جديد. العروسة كانت واقفة مكانه وبتبتسم، وفي ايديها دعوة فرح مكتوب عليها الليلة الجاية الفرح هيكون في بيتك. ومن يومها كل ليلة الساعة 2 إلا ربع بعد نص الليل مروان بيسمع ضفوف جاية من تحت البيت، ومحدش في العيلة بيسمعها غيره. أما أغرب حاجة إن كل يوم الصبح بيلاقي قدام باب البيت حذاء جديد، وكل حذاء بيكون مقاس شخص من العيلة. والليلة اللي لقى فيها حذاءه هو سمع صوت الزغاريط لأول مرة من جوه أوضته. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا إن كل مشرحة فيها تلاجة محدش بيحب يقرب منها. تلاجة ليها سمعة سيئة، وكل اللي اشتغلوا في المكان عرفوا سرها، لكن محدش اتجرأ يحكيه. في مستشفى قديمة كانت في تلاجة مكتوب عليها الرقم 13، والغريب إنها حسب السجلات الرسمية فاضية من أكتر من 15 سنة. لكن كل ليلة الساعة 3:13 الفجر كان بيطلع منها صوت خبط، واللي يفتحها عمره ما بيرجع زي الأول. يلا بينا نبتدي قصة التلاجة رقم 13. كان محمود شاب عنده 28 سنة، اتعين عامل جديد في مشرحة مستشفى النور. أول يوم شغل قابل عم سيد، أقدم عامل في المشرحة. راجل قرب على المعاش، وشه كله تجاعيد وعينيه مليانة خوف غريب. بعد ما لففوا على المكان وقف عم سيد قدام آخر صف التلاجات وبص لمحمود بجدية وقال بص يا ابني، كل التلاجات دي تفتحها في أي وقت إلا رقم 13. محمود ضحك وقال ليه فيها إيه؟ رد عليه بصوت واطي لأنها فاضية. استغرب محمود، طب ما هي فاضية يبقى المشكلة فين؟ عم سيد مردش وسابه ومشي. في أول نبطشية كانت الساعة 52 الفجر. المكان كان هادي بشكل مرعب، وصوت تكييف التلاجات هو الحاجة الوحيدة اللي بتتكلم. فجأة محمود سمع صوت خبط فرفع راسه. الصوت جاي من آخر الممر. مشي ناحية الصوت، كل ما يقرب الخبط يعلى
وقف قدام التلاجة رقم 13، كان الخبط خارج منها. حط ودانه على الباب وسمع صوت نفس بطيء. رجع لورا مرعوب. في اللحظة دي النور قطع وبقت المشرحة كلها كحل وضلمة. ولما رجع النور بعد ثواني لقى باب التلاجة رقم 13 مفتوح سنتيمترات قليلة، مع انه متأكد انها كانت مقفولة. قرب وهو بيترعش، فتحها بالكامل فلقاها فاضية. فهدي، لكن قبل ما يقفلها سمع همسة وراه. بص جوه ولف بسرعة، مفيش حد. رجع بص للتلاجة فاتجمد مكانه. في آخرها كان في راجل واقف في الضلمة، وشه مش باين. فرمش بعينيه اختفى. جري على المكتب وهو بيصرخ. تاني يوم حكى لعم سيد. عم سيد اتنهد وقال: عرفت ليه قلت لك ما تفتحهاش؟ وبدأ يحكي السر. من 15 سنة وصلت جثة الراجل مجهول الهوية. كل اللي شافه قال ان وشه كان بيتغير كل شوية. لما دخلوا الجثة التلاجة رقم 13 في الصبح التلاجة كانت فاضية، لكن الجثة رجعت بعدها بليلة. ومن يومها كل ليلة الساعة 3:13 بيسمع خبط. ورغم ان السجلات بتقول ان التلاجة فاضية، الوزن الالكتروني المثبت فيها بيسجل كل ليلة وزن 82 كيلو، نفس وزن الجثة. محمود حاول ينسى، لكن كل ليلة الخبط كان بيزيد لحد ما قرر يركب كاميرا جوه التلاجة. الصبح فتح التسجيل. في أول ساعتين مفيش حاجة. الساعة 3:13 بالظبط ظهر ضباب اسود، وبعده اتكون جسم إنسان ببطء، ووشه بدأ يتشكل. وكان وش محمود. وقع الموبايل من ايده، وفي اللحظة دي وصله إشعار الكاميرا لسه بتصور لايف. رغم انه قفلها فتح البث، لقى نفسه واقف جوه التلاجة بيبص للكاميرا. رفع راسه ببطء وابتسم. في نفس اللحظة حس بحد واقف وراه، فلف بسرعة. مفيش حد. رجع بيبص للموبايل، لقى الشخص اللي جوه الشاشة خرج من التلاجة ومشي ناحية الكاميرا، وبعدين اتقطع البث. في الليلة التانية اختفى محمود، ودوروا عليه في كل المستشفى، مفيش أثر. لكن الساعة 3:13 الخبط رجع، ولما فتحوا التلاجة رقم 13 لقوا إنها فاضية، لكن شاشة الوزن كانت كاتبة 164 كيلو، يعني وزن شخصين. ومن يومها بقى عمال المشرحة بيقولوا كل واحد بيفتح التلاجة رقم 13 بيسيب جزء منه جواها. ولحد النهاردة لو دخلت أي مشرحة قديمة ولقيت تلاجة رقم 13 مكتوب في السجلات إنها فاضية، اوعى تصدق، لأن يمكن هي مستنياك انت كمان. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش طبعا بالكومنتات. وسلام. تخيل تسوق عربيتك على طريق صحراوي الساعة 2 بعد نص الليل، والبنزين يخلص فجأة، فتلاقي بنزيمة قديمة فتدخلها عشان تنقذ نفسك. لكن أول ما تدخل تكتشف إن البنزينة ديت مهجورة من أكتر من 15 سنة، ومع ذلك في حد جوه لسه بيستناك. كان مروان راجع من شغله في مدينة بعيدة، والطريق اللي بيمشي فيه كان طريق صحراوي طويل. الساعة كانت قربت على 2 بعد نص الليل. الطريق فاضي تماما، لا عربيات ولا محطات ولا حتى بيوت. مروان كان بيسمع صوت الراديو وبيحاول يفضل صاحي. فجأة العربية بدأت تنتش. بص على التابلو، علامة البنزين كانت على آخر نقطة. قال لنفسه يا نهار أبيض، مش ناقصة. فضل سايق. بعد حوالي 10 دقايق العربية وقفت. حاول يدور الموتور مرة واتنين وتلاتة، مفيش فايدة. نزل من العربية وبص حواليه. الظلام كان دامس، لكن على بعد حوالي 100 متر شاف نور خافت. لفتة قديمة مكتوب عليها
محطة النور للبنزين والبترول. مروان ارتاح الحمد لله، مسك موبايله والكشاف وبدأ يمشي ناحية البنزينة. كل ما يقرب كان شكل المكان أسوأ، مضخات بنزين قديمة، زجاج متكسر، لفتة مايلة وشجيرات طالعة من الأرض. لكن الحاجة الغريبة إن كان في نور أصفر طالع من جوه مكتبة البنزينة. مروان قرب من الباب، خبط، مفيش رد. خبط تاني، الباب اتفتح لوحده. مروان وقف مكانه. في حد هنا؟ سمع صوت راجل عجوز من جوه. ادخل. دخل. المكتب كان مليان تراب، لكن ورا المكتب كان في راجل عجوز لابس اوفرول ازرق قديم، قاعد على كرسي وبيبصله. مروان قال: لو سمحت، انا عربيتي عطلت والبنزين خلص. الراجل رد بهدوء: عارف. مروان استغرب: عارف ازاي؟ الراجل مردش، قام ببطء ومسك جيركن قديم. امشي ورايا. خرجوا ناحية المضخات. مروان بص للمضخة. دي شغالة؟ العجوز قال: ايوه بتشتغل. حط الجيركن تحت المضخة، لكن بدل ما ينزل بنزين نزل سائل اسود تقيل. مروان رجع ورا. ايه ده؟ العجوز بصله وقال: ما تسألش. مروان بدأ يحس ان في حاجة غلط. قال: خلاص سيبها انا همشي. العجوز مسكه من دراعه. استنى. مروان شد ايده. ليه؟ العجوز بص ناحية الطريق وقال: العربيات اللي بتدخل هنا بعد الساعة 2 ما بتخرجش. مروان ضحك بس وهو متوتر. يعني ايه؟ العجوز مردش، بس اشار ناحية اخر البنزينة. كان في صف عربيات قديمة مركونة. مروان قرب. اول عربية كانت عربية نقل، التانية عربية ملاكي، التالتة وهكذا. مروان وقف لان العربية التالتة كانت نفس موديل عربيته بالظبط، نفس اللون، نفس الشكل، نفس الخدش اللي على الباب. ومروان قرب منها. قال: دي عربيتي؟ العجوز قال: لسه. مروان رجع لورا. يعني ايه لسه؟ قبل ما العجوز يرد سمعوا صوت موتور. مروان بص للطريق، كان في عربية جاية بسرعة. العربية وقفت قدام البنزينة. الباب اتفتح ونزل منها مروان، نفس وشه ونفس هدومه ونفس الموبايل في ايده. مروان الحقيقي وقف مشلول من الخوف. نسخته التانية دخلت البنزينة. بص للعجوز وقال: هو وصل؟ العجوز رد: ايوه. مروان بصله وصل مين؟ النسخة التانية بصت له وابتسمت وقالت: انت. فجأة النور اتطفى. مروان جري ناحية الطريق، لكن كل ما يجري يلاقي نفسه بيرجع لنفس البنزينة مرة واتنين وتلاتة. وفي كل مرة كان بيشوف عربيات أكتر مركونة في الخلف. وفي النهاية شاف حاجة خلته يصرخ. كل عربية كان عليها تاريخ: 2009، 2012، 2017، 2021. وآخر عربية كان مكتوب عليها 2026، وتحت التاريخ: مروان 2:17 صباحا. مروان بص على ساعته، كانت 2:16. بدأ يجري ناحية عربيته، لكن العجوز ظهر قدامه وقال: لسه دقيقة. مروان صرخ: انت عايز مني ايه؟ العجوز رد: انا ولا حاجة. وبص وراه: هي اللي عايزاك. مروان لف، وفي اخر البنزينة كان في ظل واقف، مش باين له وش، لكن صوته كان واضح. قال: مروان. مروان جري، فتح عربيته، دخل، حاول يدور الموتور، اشتغل. طلع على الطريق بأقصى سرعة. فضل سايق من غير ما يبص وراه. بعد حوالي نص ساعة وصل لأول قرية. وقف عند كافيه صغير ونزل وسأل الراجل اللي شغال: هو الطريق ده فيه بنزينة قديمة؟ الراجل بصله باستغراب: بنزينة؟ ايوه، محطة النور. الراجل سكت وبعدين قال: انت دخلتها؟ مروان هز راسه. الراجل قرب منه وقال: المحطة دي اتحرقت من اكتر من 15 سنة. مروان حس ببرودة في جسمه. ازاي؟
الراجل قال صاحبها مات فيها مع 3 عمال. مروان قال بس انا شفت واحد عجوز هناك. الراجل بص للعربية وبعدين بص لمروان وقال كان لابس اوفرول ازرق صح. مروان سكت. الراجل قال ده صاحب البنزينة. مروان حس ان رجليه مش شايلاه، طلع موبايله عشان يتصل بالشرطة، لكن قبل ما يفتح الشاشة وصلته رسالة شكرا لزيارتك محطة النور للبنزين. مروان بص للرسالة وبعدها رسالة تانية ما تنساش ترجع الجيركن. مروان نزل من العربية بسرعة، فتح الشنطة ولقى جيركن قديم جوه العربية، نفس الجيركن اللي الراجل العجوز كان ماسكه. رماه على الأرض، لكن أول ما وقع سمع صوت موتور عربيته. بص مفيش حد، الموتور اشتغل لوحده والعربية بدأت تتحرك ببطء. مروان حاول يوقفها لكن العربية خرجت من المكان واختفت في الظلام. ومن يومها مروان كل ما يعدي على الطريق ده بالنهار ما بيلاقيش أي بنزينة، لكن لو عدى بعد الساعة 2 بيشوف نور أصفر بعيد، ولما يقرب بيشوف لفتة قديمة بتظهر وسط الضباب محطة النور للبنزين. والأغرب إن كل مرة بيشوف نفس الراجل العجوز واقف قدام المضخة مستنيه وماسك جيركن، وكأنه مستني آخر عربية تدخل البنزينة. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. تخيل انك راجع بيتك الساعة 3 الفجر، وأول ما تدخل تلاقي رسالة على موبايلك بتقول تم تسجيل حركة أمام باب الشقة. تفتح كاميرات المراقبة فتشوف نفسك واقف قدام الباب. المشكلة إنك لسه كنت تحت العمارة، والأغرب من كده إن الفيديو كان مسجل من نص ساعة قبل ما توصل أصلا. أنا اسمي كريم، كنت شغال مسؤول أمن في شركة كبيرة في القاهرة. الشغل كان عبارة عن مراقبة كاميرات مبنى إداري ضخم 24 ساعة. شغل ممل جدا، كاميرات مداخل، جراج، أسانسيرات، ممرات، تقريبا كل حتة في المبنى كانت متصورة. وفي يوم من الأيام حصلت مشكلة في كاميرا رقم 17. الكاميرا دي كانت موجودة في الدور الأخير، دور مكاتب قديم معظم الشركات اللي فيه قفلت من سنين. المشكلة ان الكاميرا كانت بتفصل كل ليلة بالظبط الساعة 3 و13 دقيقة، وترجع تشتغل الساعة 3 و17 دقيقة، 4 دقايق بالظبط. في الاول افتكرت ان دي مشكلة كهرباء، كلمت الفني فحصها وقال الكاميرا ما فيهاش اي عطل. سألته امال بتفصل ليه؟ بصلي شوية وقال معرفش. عدت كام ليلة وفي كل ليلة نفس الموضوع، 3 و13 دقيقة الكاميرا تسود، 3 و17 ترجع تشتغل، لحد ليلة الخميس. كنت قاعد لوحدي في غرفة المراقبة، الساعة كانت 3 و10. بدأت أراجع الكاميرات، جراج، مدخل، السلم، الأسانسيرات، كل حاجة طبيعية. وبعدين بصيت على كاميرا 17، الممر كان فاضي. الساعة بقت 3 و12 دقيقة، وفجأة ظهر شخص في آخر الممر واقف وظهره للكاميرا. اتجمدت مكاني، قربت الصورة، كان راجل طويل لابس هدوم غامقة واقف ساكت. قلت يمكن عامل نظافة، بس المشكلة ان الدور ده كان مقفول ومفيش حد المفروض يكون هناك. الساعة وصلت 3 و13، الصورة اختفت، الشاشة بقت سودة زي كل مرة، لكن المرة دي سمعت صوت من السماعة، صوت نفس مكتوم وبعده صوت خبط خفيف. وبعدين الكاميرا رجعت، بصيت للشاشة، الممر كان فاضي، الشخص اختفى. قلت لنفسي اكيد خلصت، لكن قبل ما اغير الكاميرا لاحظت حاجة. الشخص اللي ظهر قبل ما الكاميرا تفصل كان واقف قدام باب المكتب رقم 13، والمكتب ده كان متشال من المبنى من اكتر من 10 سنين. تاني يوم حكيت لزميلي سامح، ضحك وقال انت بتتفرج على افلام رعب كتير. قلت له طب تعالى معايا الليلة. وفعلا بالليل قعدنا احنا الاتنين قدام الشاشات، والساعة 3 و10 كل حاجة طبيعية.
3:11 ولا حاجة. 3:12 فجأة سامح قال استنى. بصينا على كاميرا 17، الشخص ظهر، نفس الطول نفس اللبس ونفس الوقفة. سامح قرب من الشاشة وقال مين ده؟ وفجأة الشخص بدأ يتحرك خطوة خطوتين 3، كان ماشي ناحية الكاميرا. سامح قال هو شايفنا؟ مش عارف. قلت له مستحيل. الشخص وقف وبعدين رفع ايده وشاور ناحية الكاميرا، وفي اللحظة دي الكاميرا فصلت. 3:13 دقيقة، الشاشة سودة. سامح قام من الكرسي وقال انا همشي. ضحكت وقلت له هتمشي ليه؟ رد عشان الشخص ده كان واقف قدام باب غرفة المراقبة. بصيت له وقلت ايه؟ وشاور للشاشة التانية، كاميرا الممر الرئيسي. فتحناها، الممر كان فاضي. سامح قال لا مش هنا، وبعدين شاور للكاميرا اللي بتصور باب غرفة المراقبة. الصورة كانت واضحة، الباب مقفول، مفيش حد. قلت له شايف؟ مفيش حاجة. سامح سكت وبعدين قال انا كنت اقصد ورا الباب. ساعتها جسمي اشعر. فتحنا كاميرا تانية تصور الممر الخلفي، وفجأة ظهر نفس الشخص واقف في اخر الممر، لكن المرة دي كان وشه ناحية الكاميرا. الصورة كانت مشوشة بس كان واضح انه مبتسم. سامح قال اقفلها. قلت له ليه؟ قال عشان هو مش واقف في الممر. سألته امال واقف فين؟ بصلي وقال هو واقف قدامنا. في اللحظة دي النور قطع، رجع النور بعد ثواني. سامح كان واقف جنب الباب. قلت له انت رايح فين؟ ما ردش، فضل واقف ووشه ناحية الباب. قربت منه وقلت يا سامح سامح. لف ببطء، وشه كان مرعوب وقال ما تفتحش الباب. قلت له ليه؟ قال الكاميرا صورته. سألته مين؟ قال اللي بره. سكتنا وفجأة سمعنا خبط، نفس الخبط اللي سمعته من السماعة. سامح قرب من الشاشة وقال بص. بصيت، كاميرا باب غرفة المراقبة كانت شغالة، وفي الشاشة كان باب الغرفة ظاهر، لكن الغريب ان كان في شخص واقف قدام الباب، واقف من الناحية التانية. بصينا لبعض وبعدين بصينا للباب الخلفي، الباب كان قدامنا ومفيش حد. رجعنا للشاشة، الشخص كان لسه موجود. سامح قال بصوت واطي احنا مش بنشوف اللي قدام الباب. سألته امال بنشوف ايه؟ قال بنشوف اللي هيحصل. بعدها قررنا نمشي، بس قبل ما نخرج سامح قال استنى. فتح تسجيل كاميرا 17 ورجعنا للفيديو من البداية. الشخص ظهر، مشي ناحية الكاميرا وبعدين اختفى. سامح رجع للفيديو فريم فريم وفجأة وقف التسجيل وقال كريم. بصيت، الصورة كانت واقفة عند لحظة مرور الشخص قدام الكاميرا، لكن في انعكاس زجاج مكتب قديم ظهر شيء تاني، شخص تاني واقف ورا الشخص الأول. سامح رجع الفيديو وبدأنا نشوف التسجيل من الأول. الشخص الأول ظهر وخلفه الشخص التاني، وفي كل مرة نرجع الفيديو كان الشخص التاني بيقرب أكتر لحد ما وصل عند باب غرفة المراقبة وبعدين اختفى. سامح بصلي وقال هو كان بيتحرك مع كل إعادة للتسجيل. قلت له يعني إيه؟ رد يعني التسجيل مش بيوثق اللي حصل. وسكت وبعدين قال التسجيل بيغير اللي هيحصل. خرجنا من المبنى ومن يومها محدش فينا رجع يشتغل هناك. بعد اسبوع الشركة بعتت لي هارد عليه تسجيلات الكاميرات، قالوا لي انهم بيعملوا صيانة للنظام. فتحت التسجيلات في البيت، كنت فاكر اني هلاقي نفس اللي شفناه، لكن لقيت حاجة اسوأ. كان في تسجيل جديد بتسجل بتاريخ اليوم اللي بعده. فتحت الفيديو، كاميرا رقم 17، الممر فاضي. بعد شوية ظهر سامح واقف في اخر الممر، وبعده ظهرت انا واقف جنبه. احنا الاتنين كنا باصين للكاميرا، وبعدين بدأنا نمشي ناحية العدسة. قربنا وقربنا لحد ما وشوشنا بقت قدام الكاميرا مباشرة، لكن احنا في الحقيقة كنا في البيت. الفيديو كمل، انا رفعت ايدي وشاورت ناحية العدسة، وبعدين سامح قال حاجة. الصوت كان ضعيف جدا. عليت الصوت وسمعت صوته بيقول ما تتفرجش على الكاميرا الساعة 3:13. قفلت الفيديو فورا. بصيت للساعة كانت 3:12. من ساعتها وانا بعيد عن اي كاميرات. بس المشكلة ان القصة مخلصتش.
لان كل ليلة الساعة 3:13 كاميرا موبايل بتاعتي بتشتغل لوحدها وتسجل لمدة 4 دقايق، وفي كل تسجيل بنشوف نفس الممر، نفس الباب، ونفس الشخص. بس من يومين الشخص بقى أقرب. امبارح كان واقف قدام باب شقتي، والنهاردة فتحت التسجيل لقيته واقف جوه الشقة، واقف في آخر الطرقة بيبص للكاميرا وبيتحرك ببطء ناحية الموبايل. لكن المرة دي كان ماسك حاجة في ايده. قربت الصورة، اكتشفت انها كاميرا مراقبة صغيرة، وكان موجهها ناحيتي. وفي آخر ثانية من التسجيل الشخص رفع الكاميرا قدام وشه، والأول مرة وشه ظهر بوضوح. للأسف كان وشي أنا. ومن ساعتها كل ما الساعة تقرب من 3:13 دقيقة بسمع صوت خبط من آخر الطرقة. والنهاردة الصوت بقى أقرب لحد ما سمعت الخبط على باب أوضتي، وبصيت على شاشة الموبايل. الكاميرا كانت شغالة والتسجيل بدأ، لكن المرة دي الصورة مش كانت للطرقة، الصورة كانت لأوضتي من جوه، وكان ظاهر فيها أنا قاعد على السرير وببص للموبايل، إنما أنا بتفرج على التسجيل. ظهر شخص واقف ورايا مد إيده ناحية كتفي، وفي نفس اللحظة سمعت صوت ورايا بيقول أخيرا شفتني. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش بالكومنتات الجميلة. وسلام.